السلام عليكم، مساء الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا لاباس. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا هاني. في هذا الفيديو حبيت غير نوري لكم هذا الكيكه الصغيرونه هذه. اسهل كيكه في العالم. اسهل كيكه في العالم، والمقادير تاعها بيضه واحده ديري هذه الكيكه. حبيت نوريها لكم. انا هنايا شربتها، درتها طابت صاي وشربتها. درت لها شويه عصير البرتقال. يعني غليته شويه مع شويه سكر ولا كيما السيرو، وشربت به الكيكه هذه المقادير تاعها نذكرهم لكم هكا على السريع في الفيديو بالمختصر المفيد. الكيكه هذه البيضه واحده، شويه ملح، شويه فاني، ربع كاس زيت، ونص كاس سكر، ونص كاس عصير البرتقال، وتخلطيهم مليح بالخلاط. ومن بعد تحطي كاس فرينه، كاس ونص فرينه مع ساشي خميره الحلويات فقط، وتخلطيهم مليح مليح مليح، وتحطيها في المول تاعك. يكون صغير بهذا الشكل، يعني هي تكون صغيره، ها العلات تاعها يعني صغيره هنا. ودرت لها كما قلت لكم، شربتها بشويه عصير البرتقال مع شويه سكر، طيبته مليح وخليته حتى برد، وشربت به الكيكه كما تلاحظوا فيها. دوكا راح هنايا باش نزينها فيجي كاو هذه الشوكولا، رايحه نربي عليها شويه هكذا، نزينها فقط. يعني تحبي ديري نواه كوكو، ولا ديري لها شوكولا يعني تربيها، ولا بعد ما تشربيها تزينيها بشوكولا سائله ثاني تصلح، وتجي تهبل ثاني بالشوكولا السائله تخرج تهبل. وانا هنا رايحه غير نبرش عليها شويه فيجي كاو، هذا الشوكولا السوداء. راح قلت لكم نزينها هكا فقط ونقسمها. واش حنقول لكم هنا؟ واش خليتها تلمع هكذا، عندي شويه كونفيتور درت لها شويه هكا تلميع هكا، لمعتها شويه. المقادير تاعها انا نشوف فيها اسهل كيكه في العالم، تاع بيضه واحده تاع عندي هذه الكيكه اسهله. ودوك نزينها بالشوكولا ونوريها لكم. وهنا زينتها بالشوكولا ورايحه نقسمها، جات الماء وفوقها الشوكولا، جات هايله. دوك حنقسمها، ودوكا قسمتها وراح نحطها ونذوقها معاكم ونوريها لكم. انا حبيت نحط هذا الفيديو على الكيكه هذه صح، يعني انا ما نوريش كيفاش درتها والمقادير تاعها، بصح انا ذكرت لكم المقادير تقدروا ديروها بكل سهوله، وريتها لكم الشكل تاعها كيفاش يخرج لكم. يعني كاينه وحده حطت لي واحد التعليق في واحد مش عارفه شحال هذيك الحاجه اللي طيبت ووريتها في القناه. قالت لي بما انك ما راكيش توري الطريقه كيفاش نستعملوها والمقادير، كيفاش عملتي هذيك الاكله، ولا ما عرفتش شنو هي الحاجه اللي طيبت. قالت لي وعلاش توري فيها؟ يعني هي نقدر نقول لكم عندها حق. انا بصح نحب ننوع في قناتي، يعني نحب ننوع في قناتي، واذا مره على مره تنفح لي حاجه طيبتها نوريها. معليش اعذروني، يعني انا صح ما نوريش يعني طريقه او كيفيه طريقه يعني هذيك الكيكه، ولا مش على بالي الاكله اللي درتها كيفاه والمقادير تاعها ما وريتش يعني كيف حتى طيبتها وكيف. لكن صراحه نحب نصور مره على مره، تنفح لي كي نطيب حاجه هكا تنفح لي نصورها وانا اعتذر. هذه المره حطيت لكم هذه الكيكه، وهاني حكيت لكم او ذكرت لكم المقادير نتاعها. وهنا شوفوها كيفاش طالعه وجايه، طالعه جايه تهبل، طالعه وطايبه تهبل. وهنايا هاني كيفاش حطيتها لكم في الصحن باش تشوفوها مليح مليح مليح. راح نذوقها معكم، بسم الله. او نوري لكم القوام تاعها، يعني كيف هي الكيكه، شوف شحال خفيفه وتهبل ها.
ومشربه، يعني ماشي بزاف تشربيها، حتى يعني حاجه خفيفه برك من الفوق، ما تشربيهاش بزاف، يعني ما ديريلهاش السيرو بزاف، شربيها غير شويه من الفوق كيما تلاحظي هنا. الفوق يعني تخافي كي تشربيها رايحه تتطلاق وتفسد لك، شربيها غير شويه. هذه بسم الله. جات هايله، وشهيتكم في الجنه. طيبوها هكا تشربوا بها حليب، ولا تشربوا بها جوي، ولا يعني مليحه في العصر، مليحه ثاني في قهوه الصباح، ومليحه حتى للضيوف تاعكم، سهله كيكه سهله على السريع، يعني تقدروا توجدوها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو قادم ان شاء الله، والى الملتقى والسلام.